عمرني غنسى ديك الليلة اللي دفعني فيها فوق الناموسية وجا فوقي. باسني بواحد القسوة خلتني نتخربق، ولكن في نفس الوقت كانت يدو كدوز على حنكي بواحد الحنان غريب عمرني حسيت بيه من قبل. بعد عليا وشاف فيا بديك الابتسامة الشيطانية ديالو، وقال لي بلي أنا كنهبلو وبلي كان بغي يدمرني ملي شافني خارجة من الدوش، ولكن هادشي كامل كان خير باش يعاقبني. قال لي بلي هذا غيكون أسوأ عقاب يقدر يعطيه ليا، حيت عارف قلبي كيبغي شي حد آخر وغنبقى مجبرة نكون مع مجرم بحالو. هددني لما قبلتش بيه خيسد عليا في بيت مظلم مع الطوبات، وما كان عندي حتى خيار من غير أنني نستسلم. ديك الليلة شرك حوايجي بقسوة وخداني ليه، وكانت هذيك هي البداية ديالي مع أخطر مجرم. دا شهر وأنا محبوسة معاه، كنشوف غير الكحولية في مستقبلي. هو مجرم خطير وكيكره با حيت هو اللي قتل عائلته، وهادشي كيعني أنني ديما في خطر معاه، وما كاين حتى ضمانة بلي ما غيقتلني شي نهار. ولكن الغريب والمريض في هادشي كامل هو أنني وليت كنتسناه. داك النهار غبر النهار كامل، وملي دخل على غفلة وسولته فين كان قال لي بكل برود باللي كان في الكلوب. حاولت نمشي لبيتي حيت ريحة الدخان كانت طالعة منه، ولكن جرني لعندي وعاقبني. حط شفايفو على دياولي ونفخ الدخان الكارو كامل داخل فمي حتى تقطع لي النفس. ديما كان كيفكرني بلي با هو السبب في هادشي كامل، وبلي ما عندي حتى شي مهرب منه. في واحد الليلة كانت الشتا كطيح بالجهد، وانا كنتسناه بحال ديما. الحريق ديال حق الشهر كان كيقطعني في كرشي، وما كانت عندي حتى فوطة صحية. ملي دخل الدار فاز كامل لاحظ الحريق ديالي، بلا ما يتناقش غطاني بشال كبير باش حتى واحد ما يشوف وجهي، وجرني من يدي وخرجنا باش نشري داكشي اللي خاصني وندوزو للطبيب. ملي جلسنا في واحد القهوة شكرته حيت داني للطبيب، ولكن كالعادة جاوبني ببرود وقال بلي دار هادشي غير على قبله باش يقدر ينعس معايا. ماشي على قبلي. كلامو قسحني لداخل، ولكن ما بينتش ليه. الشتا كانت كطيح والجو كان زوين. طلبت منه يحيد لي المظلة من فوق راسي، وملي دارها مشيت كنجري تحت الشتا. كنشطح بحال شي حمقى ونسيت كل شي في ديك اللحظة. وملي درت شفتو كان كيبتسم. أول مرة كنشوف ديك الابتسامة الزوينة اللي خطفات لي قلبي وخلاتني نتأمل فيه، ولكن غير شافني رديت ليه البال جمع الوقفة ورجع البرود المعتاد، وقال بلي الابتسامة ما بقاتش كتواتيه من نهار فقد عائلته بسبب با. ما قدرتش نتحمل، عنقته بالجهد وطرطقت بالبكا في صدره. هو حسب ليه كان بكي حيت خايفة منه ولا حيت با هو السبب في تعاسته. ما كانش عارف باللي كان بكي حيت طحت في الحب ديالو. كان بغيه لواحد الدرجة كتقطعني من الداخل، حيت عارفة باللي هو عمره غيبغيني، ديما غيشوف فيا غير بنت القاتل ديال عائلته. وهاد الحريق، هاد الحب من طرف واحد عارفه غادي يقتلني كل نهار، حيت الحاجة الوحيدة اللي غناخد منه ديما هي الكره. غير دخلنا للدار الحريق ديال كرشي زاد عليا بالجهد، ما بقيتش قادرة نوقف مزيان. هو سد الباب، حيد الجاكيطة ديالو الفازقة وشاف فيا بواحد الشوفة قاسحة، ولكن حسيت بها مبدلة شوية. قال لي بكل قسوة دخلي دوشي بالما سخون دابا. ما جاوبتوش. دخلت للدوش، خليت الماء السخون يغسل دموعي اللي تخلطوا مع الماء ديال الشتا.
كنت كنفكر كيفاش غندوز هاد الليله